طبعا هنا لما بنتفرج على البداية بتاعت أي عمل، ايه أول حاجة بتيجي في في مخيلتنا كمشاهدين بقى دلوقتي؟ بيجي إن أنا بتفرج على العمل ده عشان أنا شفت الإعلان وانجذبت ليه. تمام، ده حاجة تسويقيا يعني ملناش دعوة بيها. أنا لما بتفرج على بداية عمل، البداية هي اللي تخليني أكمل للآخر، وهي اللي برضو ممكن تخليني إن أنا ما اتفرجش خالص على العمل ده. يعني لو العمل اتعمل ببداية حلوة وقوية ولطيفة ولذيذة، مهما كان نوع العمل ده، هيخلي المشاهد ان هو هيبقى عايز يتفرج عشان عايز يعرف اكتر وعايز يشوف في ايه اللي هيحصل قدام، وان الموضوع ده هيوصل لفين بعد كده. اما بالنسبة للنهاية، دي بقى نهاية الحكاية كلها. يعني بعد كل الانجذاب ده وصل لايه في الاخر؟ ايه النهاية يعني بعد كل ده؟ نهاية المطاف، هل هي مثلا نهاية سعيدة، نهاية مأساوية، نهاية مفتوحة؟ حسب طبعا يعني الأحداث والنتائج اللي ترتب عليها ان النهاية تطلع بالشكل اللي المشاهد يشوفه ده. فطبعا في مقولة مهمة قوي قالها أستاذ سمير سيف الله يرحمه. قال البداية والنهاية هما أهم حاجتين في أي عمل، دول أهم حاجتين، فلازم يتعملوا كويس قوي. اللي ما بينهم انت وضميرك، لو عايز تعمله كويس اوكي، لو عايز تعمله نص نص او مش عايز تعمله خالص براحتك، دي حاجة بتاعتك انت وضميرك. لكن اهم حاجة البداية تكون جذابة بالنسبة للمشاهد، والنهاية تكون الحل بالنسبة للي المشاهد شافه من البداية. اوكي. ويعني تشرفونا ان شاء الله في المهرجانات اللي جاية. وبكده نكون خلصنا الحلقة دي من فيلم فاكتوري بودكاست. تقدروا طبعا تتابعوني على صفحاتي على فيسبوك وعلى انستجرام، والشانل بتاعتي كمان على اليوتيوب احمد مصطفى. نشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من فيلم فاكتوري بودكاست. تقدروا تتابعوا حلقات فيلم فاكتوري بودكاست على مختلف المنصات السمعية اللي موجود اللينكات بتاعتها في الديسكريبشن، وتقدروا تتابعوا من عليها الحلقات اللي هتنزل جديدة كل أسبوع يوم السبت الساعة 9 بالليل بتوقيت القاهرة.